على نعمة التمكن والانتصار من هذا المكان وبهذه البقعة، يوم أن كانت ميليشيات الحوثي والمخلوع متواجدة هنا ما كنا نرى سيارة تسير ولا أحد يتحرك، بل تحولت الحياة إلى ركود وانقطاع ولا عمل ولا اقتصاد، بل ضاعت الأمة وتاهت مصالحها، ووجدنا أنفسنا أمام فئة حوث فاشية مجرمة باغية طاغية تدمر الاقتصاد وتهين الإنسان ولا تحمل البرهان وتتهم بلا إتقان، يكذبون بلا حياء. فاليوم بعد أن رحلوا وأصبحت الحياة مستقرة، عاد للطريق كحيويته ومكانته، وعادت الأمة تشتغل وتعمل وتفتح أبنيتها وتتحدث عن مصالحها وتعود لها تجارتها. إن سر البلاء المخلوع، وسر البلاء أنصاره من باعوا أنفسهم بثمن بخس دراهم معدودة، ألسنتهم للكذب تتقن وأقلامهم للزير تسجل، شهادات باطل يتحدثون بها أينما كانوا. أينما وجدت شهادة الزور ضع تحتها خطا وقل من أنصار المخلوع مروا من هنا وكانوا هنا وعلى هذا المكان سكنوا. من سهدة الحرية والبطولة، من أرض لقنت الحوثي معنى الكرامة، من أرض علمتنا أن الحياة بكرامة نعانقها وأن الذل مرفوضا. ستعيش أمتنا كريمة وتبقى كريمة، وسيرحل الباطل والبغي وأهله، وستبقى أمتنا موحدة صادقة ناطقة بالحق. نقول للحوثي أرضنا ليست لك، وللمخلوع دماءنا ليست مباحة لك، ونقول للباطل نحن الرجال الذين سيزهقون باطلك ويعلنون توحدهم يوم أن يقتلعون شأفتك ويستأصلون شوكتك، وتعلن الحرية قدومها وإقدامها. فما زال المخلوع رمز الخيانة والحوثي رمز العنصرية، وما زال اليمن رمز الحرية، والبقاء للحق لا للباطل. فأما الزبد فيذهب جهاء، ونحن الحق الذي يمكث بالأرض مقاومة نعلنها ولا نمالي بمن يعاديها. نحمل أرواحنا على أكفنا ونعيش قضايا أمتنا لتبقى الحياة مستقرة آمنة. اقتصاد بدناء دولة، وأمة بحماية دولة، وحياة بكرامة رجولة. نحن أمة الإتقان مقاومة، أمة الإتقان دعوة، أمة الإتقان لبقاء الحق وذهاب الباطل. وأقول لأبواق الباطل وأضياله لن تمروا، فقد مرت سنين أنتم من عزف ألحان بؤسها، وستمر سنين نحن من يعزف ألحان بنائها. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم عليك بميليشيات الإجرام الإرهابية الحوث الفاشية، مزقهم كل ممزق ولا تبقي منهم أحدا. وصل اللهم